السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. النهارده زي ما احنا شايفين كده عاملين فرخه مشويه، طريه وطعمها جميل جدا وشكلها زي ما احنا شايفينه كده، يعني وبطريقه سهله وبسيطه مش هتاخد مننا وقت خالص، وهتبقى احلى واجمل من احنا بنجيبها من بره كمان، ويكفي نظافتها يعني. وتعالوا بقى يلا بينا كده نشوف عملنا الفرخه الحلوه دي ازاي. انا جايبه هنا فرخه متوسطه كيلو ونص. فراخ الشوي بتجيبيها ما بتبقاش كبيره قوي عشان ما تاخدش وقت كبير معاكي في السوا، وتبقى كمان وطعمها يبقى حلو. هنحط عليها بصلايه صغيره وطماطمايه صغيره وفصين توم، وهنحط عليها معلقه واحده بس كبيره من الصويا صوص، ما نحطش كتير عشان ما تبقاش حادقه كده وطعمها ايه ويمرر معانا. وهنحط دي التوابل اللي نحطها عليها، معلقه صغيره من الفلفل الاسود والبابريكا والبصل البودر والكاري وملح وزعتر وحبهان مفروم. وما نكترش قلنا من الصويا صوص. الصويا صوص هتديها اللون الحلو اللي احنا شايفينه ده، بتدي لون حلو وطعمها برده هيبقى كويس، بس ما نحطوش كتير. وهنحط كده معلقتين كبار او 3 معالق من زيت الزيتون او اي زيت موجود عندك. وهنحط معلقه عسل نحل، انا هنا بس هي ما جاتش في الفيديو. معلقه العسل برده هتديها لون وهتديها طعم كمان، تخليها مسكره كده وطعمها حلو قوي. ونقلب بقى الفراخ في التتبيله دي كويس قوي، لازم نتبل الفراخ كويس قوي، دي اهم مرحله في الشوي. تتبيل الفراخ او تتبيل اللحمه دي اهم حاجه. تبلتي الفرخه كويس بتتبيله كويسه وسبتيها تتشرب في التتبيله فتره كويسه، هتلاقيها طعمها حلو قوي. الطعم بيبتدي من من التتبيله. بعد كده انا هنا عملتها قبلها بيوم، بعد كده هغطيها واحطها في التلاجة. لو انت عاوزه تعمليها في نفس اليوم ومستعجله، مش اقل حاجه قعديها في التتبيله ساعه عشان تديكي طعم كويس. بعد كده هنجيب الصاجه بتاعه البوتاجاز ونجيب الشوايه وهنحطها كده على الشوايه. لو انت ما عندكيش شوايه، الشبكه بتاعه البوتاجاز هتغسليها وهترصي عليها الفراخ اللي انت حابه تشويها. لما بتكون الفراخ صغيره مش هتاخد زي ما قلنا معاكي وقت في الشوي، يعني انا هنا خدت معايا من ساعه لساعه، من ساعه وربع بالكتير. انما لو كبيره هتاخد معاكي وقت شويه، يعني كل ما بتكون صغيره كل ما بتكون احسن في الطعم، وبتكون كمان في الطعم وفي السوا بتبقى طعمها حلو قوي. بعد كده بقى لما خرجناها زي ما قلنا خدت معايا ساعه وربع تقريبا. زي ما احنا شايفينها كده لونها حلو قوي، الصويا صوص مع العسل بيدوا لون حلو وطريه وجميله زي ما احنا شفناها في الفيديو. طبعا احنا بتسلكيها من الشوايه بالراحه علشان يبقى شكلها حلو وما تتقطعش وتتفتفت مننا. اعمليها كده بالراحه. انا هنا عملتها بعد ما بردت، يعني ما عملتهاش وهي سخنه. يمكن كمان لو عملناها وهي سخنه بتبقى سهله قوي. بعد كده لو انت عندك بقى رز بسمتي ممكن تعملي معاها رز بسمتي، او سلطات بس سلطه خضراء او سلطه طحينه. انا هنا كان عندي مكرونه محمره، انا عيالي بيحبوا المكرونه المحمره، فعملت جنبها مكرونه محمره وكانت طعمها حلو قوي. والف هنا والشفا للي ياكل. اهم حاجه زي ما قلنا التتبيله، وكل ما بتقعديها في التتبيله كل ما الطعم بيبقى احلى، لان اللحم من جوه بيتشرب، الفرخه بتتشرب التتبيله دي بتبقى طعمها حلو قوي قوي. زي ما انتم شايفين كده، بص طريه جدا جدا وناعمه وجميله جدا. اتمنى الفيديو يعجبكم، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد، ومع الف سلامه.